في ناس بتفتش في البحر عن صدف، عن كنوز. أنا لقيت رسالة مكتوبة بخط غريب ومحطوطة في إزازة. ما كانش المفروض أفتحها، بس فتحت ومش قادرة أقفل اللي بدأته. أنا سلمى، كنت في أجازة لوحدي في مطروح. قررت أخد يوم هدوء على البحر، من غير موبايل، من غير صحاب، بس أنا والمية. وأنا ماشية على الرمل لفت نظري إزازة صغيرة لونها أخضر غامق، مقفولة بشمعة وجواها ورقة قديمة. فكرتها لعبة من حد أو رسالة رومانسية، لكن لما فتحتها الورقة كان مكتوب فيها التالي: لو وصلت الرسالة دي ليكي يبقى أنا معرفتش أرجع. أنا كنت في المركب، أنا الوحيد اللي شفت. ولما قلتلهم ضحكوا وقالوا البحر بياخد اللي بيشوفه أكتر من مرة. البحر مش مية، البحر عين. الخط كان مقلوب وكأن اللي كتبه كان مستعجل أو بيكتب في الضلمة. لكن أغرب حاجة إني لما فتحت الإزازة ريحة البحر حواليا اتغيرت، وبدأت أسمع صوت موج رغم إن البحر كان هادي تماما. رجعت الأوتيل مرعوبة، حاولت أرمي الورقة، بس كل مرة أحاول أرميها ألاقيها تاني في شنطتي. لحد ما في يوم صحيت على صوت مية بتنقط على الأرض جوه الأوضة. لقيت هدومي كمان كلها مبلولة، والورقة بقت ناشفة وكأنها مغرقتش. حاولت أسافر، لكن في محطة القطر حد سلمني ظرف مكتوب عليه اسمي، جواه ورقة صغيرة: اللي شاف لازم يرجع، البحر مش بينسى وشوشه. ومن وقتها وأنا كل ما أقرب من بحر أحس إن في عين بتراقبني من تحت المية، وكل موجة بتيجي على رجلي كأنها بتشدني، وأسمع صوت الهمسة: رجعي اللي أخدتيه قبل ما ناخدك انتي.